يقول الدكتور السعودي أحمد الدوسري عضو منظمة العفو الدولية، يقول: الشرايين المغلقة بالقلب ونقص التروية تحتاج لقسطرة وشبكة تكلف ما يقارب 100,000 ريال سعودي، أي ما يعادل 28,000 دولار أمريكي. ثم يقول: إليكم طريقة علاج لا تكلف 20 ريال، أي ما يقارب 5 دولار، كعلاج نهائي لفتح الشرايين المغلقة. هذه وصفة لعلاج الشرايين المغلقة في الجسم قد كانت سرا مكتوما قبل ذلك، وإليكم طريقة تحضيرها. المكونات: أولا، مقدار فنجان زنجبيل مطحون. ثانيا، ليمونة واحدة تغسل وتقطع. ثالثا، حبتين فص ثوم مفروم. رابعا، نصف فنجان خل التفاح العضوي. خامسا، نصف فنجان كركم. يخلط الجميع ويوضع في كأس كبير ويسكب عليه ماء مغلي ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يشرب منه وستشعر بالراحة. يقول الدكتور: وصيتي للكل بأن يستخدم هذه الطريقة شهريا لتنظيف الشرايين في جسمه.